هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف، وضيفتي عبر الهاتف الدكتورة فيان عثمان، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها. موضوعنا مهم كتير، هو رح يكون اعتلال الشبكية السكري. خلونا أنتو ونحن نرحب بالدكتورة فيان. يسعد مساكي دكتورة. طبعا متابعينا للي عنده أي سؤال، راح يكون موضوعنا طبعا مثل ما قلنا أنه اعتلال الشبكية السكري عبر البث المباشر بوير عربي. فيكم تنضموا لنا ورح نجاوب على سؤال بالوقت الأخير من الحلقة إن شاء الله. دكتورة، بداية لو تحكي لنا عن موضوع اعتلال الشبكية السكري، يا ترى شو بنعني بهذا المرض؟ قبل ما نحكي عن اعتلال الشبكية السكري بدنا نحكي شوي عن الشبكية. العين هي النسيج الشفاف اللي بيكون جوا العين، ببطن جوف العين. مهمته الأساسية هي المشاركة بعملية الإبصار. فهو مجموعة أوعية دموية وخلايا حساسة للضوء. أما اعتلال الشبكية السكري فهو أحد مضاعفات مرض السكري، بيصير عند مرضى السكري النمط الأول والثاني بسبب التلف للأوعية الدموية الأوعية الدموية الشبكية، تلف وتخرب، لأنه ارتفاع مستويات السكر بتسبب توسع للأوعية ثم تلفها وتسرب للسوائل والدم لطبقات الشبكية، وبالتالي بتأثر على عملية الرؤية. تماما. دكتورة، الأعراض اللي بتظهر على مريض اعتلال الشبكية السكري، سواء كانت الأعراض السريرية اللي الظاهرية اللي عم تظهر على هذا المريض، شو هي ترى؟ المشكلة إنه المريض يمكن ما يكون عنده أي أعراض، لأنه مركز الشبكية ومنطقة اللطخة سليمة. فممكن نكتشف الاعتلال عن طريق الصدفة والفحص الروتيني. وممكن يجينا المريض عم بيعاني من نقص في حدة الرؤية واضطراب برؤية الألوان، وممكن يكون المريض جاي بتدهور رؤية مفاجئ بالنظر. تمام. دكتور، عم تسمعينا منيح؟ ايه تمام. تمام. إذن هاي هي الأعراض الرئيسية أو اللي عم تظهر على المريض. يا ترى دكتورة، كيف بيتم التشخيص عندكم بالعيادات، سواء كانت بالفحص المجهري أو بالعين المجردة عم تم الفحص، أو بإجراءات معينة؟ كيف بيتم الفحص؟ أول شيء ممكن نطلب الخضاب الجلوكوزي للمريض. يعني عرفنا أنه المريض هو سكري، بنطلب الخضاب الجلوكوزي. هذا تحليل دكتورة؟ تماما. يعني غالبا رح يطلبه دكتور الغدد تماما ليحدد لنا مستوى السكر بالأشهر الثلاث السابقة. والمطلوب أنه دائما يكون الخضاب الجلوكوزي أقل من 7%. بعدين بنبلش فحوصاتنا، يعني فحوصات العينية، نفحص المريض ونحدد له قدرته البصرية، نوسع الحدقة ونفحص الشبكية كاملة. تماما. وبعد إذا حسينا في أي مشكلة ممكن نطلب تصوير طبقي الطبقي المقطعي للشبكية، بنسميه OCT، لنفحص طبقات الشبكية. ممكن نشوف أي وزمة أو تسمك باللطخة، وممكن نلجأ لتصوير الشبكية بعد حقن مادة ظليلة بالوريد. طبعا هاي الأجهزة هلأ كلها متوفرة عنا. يعني أول شيء بنفحص فحص سريري عادي لتوسيع الحدقة وفحص الشبكية، ممكن OCT أو ممكن تصوير شبكية ظليل. تماما. الدكتورة، هالإجراءات هاي إذا في بعض الإجراءات بتتخذوها بالعيادة يعني، وفي منها إذا لجأ الأمر بتاخدوها في مراكز يعني معينة بخصوص الطبقي أو كذا كذا. دكتورة، المريض مريض الاعتلال الشبكية السكري، هالمرض هذا بيصيب معناته الكبار بالعمر اللي عندهم مثلا مرض السكري، ولا في شيء تاني من هالقبيل؟ مو
بالضرورة. المريض السكري نمط أول غالبا بيكون صغير بالعمر، والنمط الثاني ممكن يكون كبير بالعمر. يعني هو بيصيب النمطين الأول والثاني. دكتورة كمان سؤال تاني خطر على بالي بخصوص يا ترى هل المرض هذا بيصيب العينتين ولا مثلا ممكن انه يصيب عين واحدة؟ غالبا بيكون ثنائي الجانب. ثنائي الجانب تماما. امتى على المريض انه يزور الطبيب بأي حالة دكتورة؟ بالنسبة لمريض سكري نمط أول لازم يزور الطبيب بعد 3 ل 5 سنوات من التشخيص. أما بالنسبة للمريض السكري النمط الثاني اللي بيكتشفه وهو كبير ففورا بعد التشخيص، لأنه ممكن يكون المريض له سنين عنده سكري وما له حاسس. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي هلا جديد انضموا لنا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. البرنامج اسبوعي توعوي، طبعا بنسلط فيه الضوء على مواضيع صحية وطبية بتخص الأمراض اللي الشائعة، ونستضيف سواء بالاستديو أو عبر الهاتف أطباء مختصين بمجالات معينة ونحكي فيها لحتى تستفيدوا. طبعا البرنامج هذا أسبوعي، كل أسبوع الساعة 7:15 بتوقيت قامشلو، كل يوم 3. وطبعا هذا البرنامج هو هدفنا منه أنه تستفيدوا منه، هو برنامج توعوي. دكتورة سؤال آخر أيضا، أنه عوامل الخطورة على المريض من هذا المرض. العوامل الخطورة أهم شيء عندنا مستوى السكر. مستوى السكر العالي بيعمل اعتلال شبكية السكري بشكل أعلى من المستويات المضبوطة. التدخين عامل خطورة، ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية، ارتفاع ضغط الدم، الحمل للأسف كمان من عوامل الخطورة. كل هدول عوامل خطورة لتطور الاعتلال عند المرضى. تماما. دكتورة المضاعفات بهذا المرض يا ترى لو تحكي لنا عنهم؟ نحن حكينا بالأعراض إنه ممكن المريض ما يكون حاسس بشيء، ممكن يكون عنده تدني، بس المضاعفات بتصير عند المرضى الحاملين حالهم كتير واللي صار لهم زمان مو فاحصين العين. فبيجي المريض بتدهور رؤية مفاجئ، لأنه المضاعفات عندنا ممكن يكون صار عنده نزف زجاجي أو شد وانفصال شبكية بسبب التليفات، أو ممكن يكون صاير عندنا زرق اللي بنسميه مياه سوداء بالعامية. تماما. العلاج دكتورة كيف بيكون بعد الفحص وبعد التشخيص؟ ويا ترى العلاج دائما بيكون طبعا بنلجأ دائما نكون دوائي، ايمتى بيكون دوائي يا ترى، وايمتى بتلجأوا للعمل الجراحي؟ العلاج حسب شدة المرض، حسب مرحلة المرض. المرض له مراحل وله مستويات كثيرة. هلا ممكن لما بتكون عندنا بداية الاعتلال بنكتفي بالمراقبة كل سنة مرة، مع ضبط مستويات السكر بمساعدة طبيب الغدد، لأنه الضبط الجيد ممكن يخلي الاعتلال يتراجع. هلا ممكن يكون بلش عنا توعي حديث بالشبكية بخلينا نفكر بجلسات الليزر، أرغون ليزر، جلسة أو جلستين أو أكثر حسب شدة الأذية وشدة المرض. ممكن يكون عندنا وزمة لطخة شديدة وقتها بنحتاج لعملية حقن إبر داخل العين. الإبر المتوفرة عندنا حاليا إبر أفاستين موجودة، في أنواع أخرى بس ما أنا موجودة عندنا. هلا الإبر كمان مشان وزمة اللطخة بتخلي عملية تسريب السوائل تبطأ وبتتقلص الأوعية الطبيعية، عفوا الأوعية الغير طبيعية، فبيتراجع المرض شوي. أما المضاعفات اللي ذكرناها قبل شوي فبتخلينا يعني نتداخل جراحيا، نحتاج للتداخل الجراحي وقطع الزجاجي وممكن حقن السيليكون حسب حالة العين. يعني كل حالة إلى علاج، بس كل ما اشتدت الأذية صار يعني عبء العلاج أثقل على الطبيب وعلى المريض. تماما. رح أذكر المستمعين للي هلا جديد انضموا لنا، انتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا.
ضيفتي هي الدكتورة فيان عثمان، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها. موضوعنا هو اعتلال الشبكية السكري. طبعا حكينا عن كتعريف أو مدخل لموضوعنا، وأيضا عرفنا شو هي الأعراض اللي عم تظهر على المرضى، كيف بيتم التشخيص، حتى وصلنا على بعض النقاط الثانية، عوامل الخطورة، حتى المضاعفات والعلاج. يا ترى دكتورة دائما بزمننا هذا، بوقتنا هذا، في موضوع دائما بنربط موضوع كورونا بجميع الأمراض أو الاختصاصات، يعني حتى مرضى القلب، مرضى الغدد، مرضى حتى الأطفال، الأمراض الثانية كمان. لكن سؤال بيطرح نفسه، يا ترى شو هي آخر الدراسات أو المعلومات اللي بتحكي عن في ضرر، أذية يعني بتنضر العين من نتيجة مثلا كورونا، فيروس كورونا له تأثير على العين؟ أكيد الفيروس عم بيأثر على الجسم كله ومنه العين. هلا الإصابات والأذيات اللي عم تجينا أكثر شيء التهاب ملتحم فيروسي. عم تجينا حالات مع الكورونا التهاب ملتحم فيروسي. اكتشفنا مريضين يعني كمان عم بيصير عندهم أذية بالعصب، وزمة عصب، نتحات على العصب، يعني أذية للعصب مع تدني قدرة بصرية. كمان في حالات عمى مفاجئ مصاحبة للفيروس. فبصراحة لسه الدراسات بأولها وفي إحصائيات ورح تطلع النتائج إن شاء الله. هو هذا سؤالنا كان دكتورة، باعتبار أنه هي العين أيضا أحد يعني الأعضاء اللي عم تستقبل هذا الفيروس، أو الناقل، أو خلينا نقول بمصطلح يعني علمي أكثر، أنه هو كمان من أحد الجهات اللي يتم نقلها. دكتورة، بختام دائما أي حلقة بنعطي شوية نصائح طبعا من الطبيب المختص لمرضانا بما يخص موضوعنا. طبعا قبل ما نختم بسؤالنا، في الأخ حمودي عم يسأل السؤال للدكتور: عندي نقص معيوني، شو العلاج؟ ترى هو النظارات أو العملية؟ طبعا سؤال اعتيادي ربما، ولكن لو في إمكان تجاوبي الأخ المتصل أو المشاهد. هلا هو عنده نقص، معناته عنده درجات وعنده نظارة سابقة. هلا موضوع العملية شيء خياري، لأنه عملية الليزك اللي بتخلي الواحد يستغني عن النظارة هي عملية تجميلية. يعني ما عملية ضرورية. فيه المريض يضل لابس النظارة على طول، ما يلجأ لعملية الليزك. تماما. حتى الأخت جيهان كمان هي عم تحكي عن نفس السؤال، هو إنه التعويض عن وضع النظارات عن عملية الليزر. يعني سؤال أظن سؤاله واضح. يعني بتعوض العملية، بتعوض عن النظارة. بس الفكرة انه لما نحن متضايقين كثير من النظارة وبدنا نشيل النظارة، يعني هي مثل ما قلت لك هي عملية تجميلية أكثر. عملية استطباب. أكيد. كمان أختي جيهان عم تسأل بس المباشر: يا ترى العين أو نقص العين بيتعالج بالليزر؟ دكتورة، عندنا هون في إمكانيات ببلدنا هون بالمنطقة؟ هلا من جديد صار عنا جهاز الليزك وعم نشتغل، والحمد لله النتائج جيدة، نتائج مرجوة أظني. الحمد لله. أكيد. دكتورة، بنختم لقائنا بشوية نصائح لمستمعينا للي بيهمهم العين، للي هن عندهم مشاكل بالعين، أو خلينا نقول بالتحديد موضوع اعتلال الشبكية السكري. بالنسبة لموضوعنا، أول شيء يعني بدنا نتجنب عوامل الخطورة اللي هي المحافظة على مستوى سكر الدم من خلال مراجعة طبيب الغدد ومن خلال الرياضة والحمية. نوقف التدخين، نضبط الضغط والكوليسترول، والأهم هو الفحص العيني المبكر والدوري لمرضى السكري كامل. تماما. هي لكن طبعا بنتشكرك كثير دكتورة فيان عثمان، كانت معنا عبر الهاتف على هالمعلومات القيمة ولمداخلتك القيمة. بنتشكركم على حسن المتابعة متابعينا ومستمعينا الأعزاء. بتشكر زملائي أيضا دارين وهيلوز. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع الجاي تضلوا بخير وسلامة، وشكرا لكم. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية،
نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو طريق الحسكة.